السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة قوي وخفيفة. هنعمل رقاق بالجبنة. عادي ممكن يتعمل بلحمة معصجة، عادي لحمة مفرومة، بس احنا النهاردة بقى كتغيير هنعمله بالجبنة يعني. طبعا هنجيب الرقاق، هندفي الشوربة ونحط على الشوربة نص كوباية لبن ومعلقتين زبدة، وبنحط فيها الرقاق. ما نكونش الشوربة بتغلي علشان ما تعجنش مننا الرقاق، بس كده. وبنحط طبعا الجبنة وزيتون وفلفل الوان، اي نوع جبنه بنفضله، جبنه قريش، اي نوع جبنه احنا بنفضله بنحطه. وبنحط طبقات كده، وبعد ما حطينا الفلفل والجبنه والزيتون وكل اللي عندنا بنروح دهنينها وشها قشطه وسقينا كوبايه لبن، وبتدخل الفرن وبتطلع طريه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين، ولونها حلو، وتاكلوا احلى رقاق بالجبنه. واتمنى تجربوه. بصوا قد كده هي مورقه اهيت، عشان الشوربه مش سخنه او بتغلي، الشوربه بارده يعني دافيه كده. وبنحط عليها نص كوبايه لبن ومعلقتين زبده، وبنحط فيها الرقاق ونعملها طبقات كده، وبنحط الجبنه والزيتون والفلفل الالوان في النص. اي نوع جبنه احنا بنفضله بقى، جبنه موزاريلا مع جبنه قريش، جبنه موزاريلا مع اي جبنه تاني، اي حاجه عندنا بنحطها بس. وبتطلع بقى بالطريقه دي وبالجمال ده وبألف هنا وسلام عليكم.